هي دي بس هعمل لكم حاجه بوم. انزل اعمل لايك وروح على السهم اللي تحت اختار نسخ الرابط. لو قبل اي حاجه يا جماعه والنبي 3 قطع لايك وقطع اكسبلور قبل اي حاجه عشان اوريكم الراس يا البوم. مش ملاحظين ان انا بقالي شهرين 3 كده فيديوهين في الاسبوع و3 فيديوهات في الاسبوع مظبطكم؟ ظبطوني في اللايكات بعد اذنكم. معروفه شهر واحد دي بتبقى مريحه في كل حاجه. انا ليا اصحابي شغالين في الدواجن بيقولوا لي ان شهر واحد ده بيبقى مريح في كل حاجه. انا معديها لكم عشان الامتحانات بس اقسم بالله الامتحانات هتخلص ومش هعدي حاجه. وقول لي دلوقتي في الكومنتات هل انت خلصت الامتحانات وفاضل لك قد ايه في الامتحانات عشان ابقى عارف، عشان انا ناوي اكتب مواعيد كل واحد فيكم هيخلص امتى وعمل لايك ولا لا. عارف ليه لو ما عملتش لايك كده هظهر لك يلا في الثلاجه. استنى يلا قولوا. انا بقى ما وريش غيركم بقى. الناس اللي بتعمل لايك حبايبي، الناس اللي ما بتعملش انا هكتب اساميهم هنا وهذنبهم في قلب القناه. معلش بقى استحملوني، انا بقى لي 8 سنين بعمل في ايه قولوا لي بقى مواعيد امتحاناتكم هتخلص امتى. كل واحد يكتب لي تحت في الكومنتات عشان هكتب دلوقتي. مي واحمد وابراهيم ومحمد ومصطفى وزينه واميره وكل الناس دي انا حافظكم طبعا. انا بهبد اي اسامي بس انا هكتب مواعيدكم هنا وهعرف هتخلصوا امتى. بعد امتحانات ايه اللي تاثر على اللايكات؟ انا مش فاهم من امتى الامتحانات بتاثر على اللايكات. انا كبرت الموضوع قوي صح. المهم يا جماعه النهارده بما انكم في امتحانات وفي شتاء وفي شهر واحد وشهر واحد بيبقى مريح في الدواجن ومعروف كده كويس، فالنهارده ان شاء الله جايب لكم حاجه لو انت هتتعب ما تتفرجش. تحذير اهو، لو انت هتتعب ما تتفرجش. لو انت متجوز ولسه ما جبتش النهارده انا جايب لكم فيديو حاجه كده اقسم بالله جايب لكم حاجه بنت لذينه لسه ما حدش اتكلم عنها بس انا عارف ان كله هيتكلم عنها. قلبي احساسي من جوه بيقول لي ان كله هيتكلم عنها. محتوى جديد. عارفين يا جماعه سلسله بما يرضي الله. انا حاجه بقى انا ما بقيتش اسيب الناس بتاعه الاكل خلاص. طالما دخلت في الاكل يبقى خش فيه في كل حاجه، يبقى خش ما حدش هيريفيو غيري. هي بتعمل سلسله مصغره كده بس هي اسمها بما يرضي السحالي تقريبا. شهوده اسم كيوت وبتاع وكتير منكم منشلوني في الشخصيه دي على فكره وقالوا لي اتكلم عنها فانا هتكلم نايا الاتنين. خليني كده اديكم فكره بس انا حذرتكم قبل ما تتفرجوا. براحتكم بقى اي حاجه تحصل انا مش مسؤول. انا جبت حاجات جديده. بس ما تستغربش انت تستاهل عشان انت ما بتذاكرش. انت لو كنت قمت ذاكرت شفت الفيديو ده. دي برضو من فوائد المذاكره تقريبا، هي الفايده الوحيده اللي هغمض عيني واختار حاجه بس انها كيوت قوي يا شهوده كيوت قوي. كاندك هتجرب الكاندك. الجماعه انا كنت عاوزه اجاوبها قوي. انت عاوزه ايه ده؟ يلا هنجاوبها مع بعض يا جماعه. جاوبي بسرعه خلينا نخلص من الفيديو. كانت حلوه قوي. كاندي انت لسه ما جاوبتهاش. لسه انت ما جاوبتيش حاجه. انت لسه هو ايه اللي حلوه؟ ملمسها حلو. هغمض عيني واختار حاجه. اختار يا رب نخلص. يلا اهو اخترت اسنان يا جماعه. لقيتي اسنان؟ ممكن تعضني دي ولا ايه؟ يا رب تعضك يا رب تقرمك. ايه ده يا جماعه؟ يا رب السنان يا رب السنان تعضها. انا خايفه يحصل لي حاجه. يلا دلوقتي هجاوبها. اعملوا لايك واكسبلور عشان لو حصل لي حاجه تنقذوني. اعملوا لايك يا جماعه واكسبلور عشان لو حصل لها حاجه تنقذها يا جماعه. بنت هتاكل اسنان. اعملوا لايك واكسبلور بالله عليكم. ده زي وصيتها كده هتاكلي الاسنان الكاندي. معلش يا شهوده يا بنتي لقد ماتت وهي تجرب الكاندي. انتوا عارفين يا جماعه مدى خطوره ان هي ممكن يحصل لها حاجه. طبعا واحده زي دي بتجرب كاندي على شكل التيس اللي هي الاسنان يعني. فعلا كونتنت تيس. كملي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب خايفه قوي. سنان بتاكل سنان ازاي يا جماعه؟ بطني. انا جبت دي وعايزه اجاوب الدوده الكبيره دي. كنت انا خايفه قوي ممكن يحصل لي حاجه. يا رب. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه فين ابو البت دي؟ لا يا جماعه لا دي تجيب السكر يا جماعه. تجيب السكر تقريبا كده. البنت دي عايزه تتزيت. هي لو شربت بقين زيت. عارفين يا جماعه في الشتاء الدنيا هنا محشرجه جامد فعايزه تتزيت. كل يوم الصبح تشربي لك بق زيت ويا ريت يكون زيت سيارات في تزييق جامد. انا اختار حاجه وانا مغمض عيني. تختار حاجه تانية وتغمض نفس الفقره الوسخه اللي هي بتعملها. يا ترى هتختار ايه؟ ألسنة؟ ماشي من الحاجات دي. ايه يا جماعه انا اخترت ده. ايه ده خازوق؟ هتاكلي ده خازوق ده قمع ده ولا في ايه؟ الكونو. يلا هنجاوب مع بعض دلوقتي. بص ايه بقى عامل ازاي؟ عامل ازاي؟ اوف خازوق كبير قوي. ايه ده يا جماعه بجد اعملوا لايك واكسبلور عشان لو حصل حاجه تنقذوني. اعملوا لايك واكسبوا يا جماعه عشان لو حصل اي حاجه نعرف نلحق باللايك والاكسبوا والنبي. ده ازاي التنفس الصناعي كده حاجه تنقذوني عشان تنقذوني. تخيل انت لقيت واحده زي دي عايزاك تلحقها. انقذني وربنا. والله العظيم ينعل ابو الشهامه اللي بالمنظر ده. رحيم. الله بصوا يا جماعه
في ايه؟ شوكليت. ايه ده؟ في ايه جوه الخازوق؟ ايه ده؟ في خوازيق تانية؟ ده ايه ده؟ اول مرة خوازيق بتاكل خوازيق والله. في ايه؟ انا اول مرة في حياتي اكل شوكليت. الشوكليت. طب ادعي يا رب، يا رب ادعي، ولا ده حرام ولا انا بقى؟ يا رب يلا نحلل الفلوس اللي بناخدها. اول مرة في حياتي اكل شوكليت. ايه شوكليت ايه؟ بجد خايفة قوي. يلا. اول مرة في حياتك تاكلي الشوكليت؟ انت اول مرة في حياتك تبقي اول مرة في حياتك. واو يا جماعة. بس بقى اسكتي بقى. في حاجة كده مش حلوة. اوعوا تجاوبي يا جماعة، انا خايفة. خلاص تمام، خلاص مش هجرب الخازوق، خلاص خايفة علينا، خلاص شكرا يا خلاص يا شهودة والله ما هجرب. هقول نكتة لاخواتي الاتنين. هتقول نكتة لاخواتها الاتنين؟ والله العظيم الله يكون في عونهم، عايشين مع مفصلات في قلب البيت. واللي هيضحك عليها هياخد ال 200 جنيه دي. اللي هيضحك عليها مش مين اللي يعني هي عارفة ان نكتها سخيفة اصلا، يعني اصلا اللي يضحك عليها هاخد يعني حاجة نكتة، استغفر الله العظيم. يعني تخيل مش هيعرفوا يضحكوا على النكتة، تخيل الاستحالة ان هي تقول حاجة كوميدية واصلة معاها لحد فين. يلا. يلا. مع واحد فين اخواتك؟ فين اخواتك؟ اشترى قلمين، واحد كتب بي والتاني كتب سي. عارفين يا جدعان والله العظيم ساعات بحس ان الحاجات دي زي التكفير عن ذنوب مثلا. ساعات كده المال بيفقد قيمته، عارف المرحله توصل فيها تقولي انا على ابو الفلوس يا اخي. ده البيت كله كده، ده انتوا كلكم كده، انتوا مفصلات يعني يا شيماما. العبيطه دي ضحك بجد. يا جماعه انا جايه اقول لكم ازاي تشربوا ميه. يا رب لو ده عقاب فانا اسف. هعلمكم، يلا معانا نشرب ميه لاول مره في حياتي. انا بقول لك انت اول مره تبقي اول مره اصلا. هجاوب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اتولدتي كده، انت ده حجمك الطبيعي اصلا. هي جنين اساسا دلوقتي، هي تقريبا عمرها 9 شهور بس هو ده ورم. يا جماعه اعملوا لي اقسم بالله عشان يحصل حاجه تنقذوني. بسم الله. اعملوا اكسبلور. طب يا جماعه عشان لو حصل حاجه تنقذ. صعبه صح، المويه صعبه. تشرب كده يا جماعه ميه. نشرب كده يا جماعه، انقذوها يا جماعه والله العظيم. نعمل لها اكسبلور ولايك والله العظيم، والله العظيم انا هعمل بقى زي الكيعان اللي على التيك توك دول اللي بيدعموا الحاجات الغريبه. انا كوع. انا اول مره في حياتي اكل دبدوب. طب يا جماعه عشان هي هتجرب الدبدوب. يا جماعه انا خايفه قوي. هو انا ممكن يوديني يا رب يا رب يا دبدوبه اتحرك. لا يلا هنفتحه دلوقتي ونجاوبه مع بعض. يا رب يا انفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا لي اقسم بالله عشان لو حصل اعملوا لايك واكسبلور عشان لو الدبدوب حاجه تنقذوني. ايه ده؟ ايه ده بقى ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ يا مامي نفتحه دلوقتي مع بعض. ايه ده يا جماعه؟ ده في دباديب صغنونه. انا اول ما في حياتي اكل دبدوب. قولي اطفحي. ايه ده؟ انا قلبت صوت الدبدوب ليه؟ الحقوني. بس بقى لا هبل بقى ينال. خلينا يا جماعه نشوف حاجات. انا اول مره اعرف ان في منشن على التيك توك انها بتعمل لي منشنات. كنت شفت الموضوع ده في فيديو البرجو فانا دخلت اقول يمكن الناس عامله لي لقيت ناس عامله لي منشن فعلا. فيا جماعه اعملوا لي منشن، هسيب لكم التيك توك بتاعي. مش عارف انا بقولها ازاي اصلا بس عشان نظبط الناس اللي جوه دي يعني برضو في مصلحتنا. انا وابن عمي على اخويا واخويا ابن عمي دايما يقول لك طالما العدو عدو، طالما عدونا عدو يعني. اعملوا لي منشن في التيك توك، هسيب لكم الاكونت التيك توك بتاعي عشان تعملوا لي منشن بس عشان حاجه ثانيه يعني. تخيلوا ان مصر كلها بتتحدانا رقص على اغنيه للاطفال. هو ليه بيتكلم بالقطع؟ ليه في قطع؟ مصر كلها اتحدته يرقص على الاطفال. هو واقف في قلب الاوضه، ابوه قاعد جوه يا حبه عيني، او اهله او ايا كان اللي بيصرف عليه قاعد جوه عشان هو مصر كلها بتتحداه يرقص على اغنيه اطفال. عايز اقول لكم ان انا اخر واحد يرقص على الاغنيه دي بس عامل تقول لنا ان انت اخر واحد بيرقص على الاغنيه دي بس عامل لكم حاجه بوم. نعمل لكم حاجه بوم. يا ابني روح ذاكر ولا اشتغل في ولا اعمل اي حاجه. يا عم روح العب بلاي ستيشن بالله عليك. بس قبل اي حاجه يا قلبي لا تتفرج على الفيديو وانزل اعمل لايك ودوس على السهم اللي تحت اختار نسخ الرابط. لو قبل اي حاجه يا جماعه والنبي 3 قطع لايك وقطع اكسبلور قبل اي حاجه عشان اوريكم الراس يا البوم. اختار نسخ الرابط كده انت عملت حركه الاكسبلور يا قلبي. انت بمفصلات انت كمان في ايه؟ في سوست في كتاب، في حاجه غلط ولا انت روبوت يا؟ واكتب لي اي تحدي يجي في دماغك في الكومنتات تحت. اي حاجه تيجي في دماغي. يلا يا زنبلك اشتغل يلا. الاغنيه جامده يا جماعه، يلا بينا. يلا شغالي يا بنتي. شغالي يا بنتي. يعني في حد شايف العبث اللي بيحصل ده؟ ايه ده في ايه؟ ايه ده ولا في ايه يالا؟ على فكره بقى فاهم الحركات دي. حبيبي حد تاني عمل لي منشن لحاجه؟ حد عمل لي منشن لحاجه ولا اقفل الفيديو؟ مصر كلها بتتحدانا رقص على ريميكس. عامل ايه فزلوكه؟
مصر كلها هي تقريبا مصر بقت قاعده قطعه، مصر سايبه الدولار وسايبه كل حاجه وهي بتعدى في التيك توك. فعلا مصر كلها بقت تتعدى العيال دي يرقصوا على الشكشوكه فزلوكه. اوقات كل انا اعمل لكم حاجه بامي بس سايب اي حاجه تدوس على السهم اللي تحت ده واختار الناس خربت يبقى انت كده انت عارف الاكسبلور انت قاعد على الاكسبلور. يلا بقى ارقص بقى يلا. عايزك تفجر الاكسبلور. اخواتي المصريين هم اللي هيطلعوا الفيديو الاكسبلور. يا اخواتك المصريين اكسبلور نطلع اكسبلور. اطلع انت بس من الاكسبلور اللي انت في راسك ده، اطلع بس منه. دي اسمها قصة الاكسبلور برضه. يلا بينا يلا. ايه يا الموهبه دي؟ ايه يا ايه ولا يخرب بيتك كده بوظت قصة الاكسبلور يا ابن اللعيبه. يا ابن اللعيبه اتمنى تكون مصر اتبسطت. مصر كلها كانت عايزه تشوف تتحداه في راسه طب يا جماعه كده خلصنا فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه انت مش مشترك، اعمل لي منشن على الفيديوهات العقيمه اللي زي دي. وانا اسف يا ابني روح ذاكر. ما تنساش تكتب لي عشان انا هكتب مواعيدكم في الامتحانات عشان اشوف حوار اللايكات ده. اعمل لي لايك يا اسطى تمام. ربنا يكرم يا رب ينجح ويجيب مجاميع والجي بي اسات كلها بتاعتكم تعلى يا رب. اكتب لي كده تحت اعمل لايك واكتب لي تحت في الكومنت. انا مش هعدلكم حاجه بعدين. ما انا معلش حقي وحقك ما اديك فيديوهات اديني لايكات. معلش احنا بنتعامل كده. عشان برضه تشترك في القناه انت مش مشترك وتفعل زر الجرس. ولا اللي هناك ده خلص امتحانات ولا الواد اشرف شكله خلص عمل لايك الواد اشرف. طب اتصل بيه بعد اذنك. انا هلم ارقام تليفوناتكم بعد كده. يلا سلام عليكم. طب خلص عشان اشرف كان في ثالثه ابتدائي.